السلام عليكم. أهلا بكم في الحلقة رقم 5 من تعليم تصميم على برنامج يو اس 3 دي. في الحلقة دي هنبدأ نصمم حاجة بقى، يعني احنا عرفنا كل الأدوات بتستخدم في ايه، فهنبدأ نصمم شيء يعني نعمله بإيدينا ونشوف هنشتغل ازاي. في الشكل اللي قدامنا ده مثلا هنبدأ تصميم باللون اللي بينزل الأول في الشكل. لو افترضنا مثلا في الشكل ده اللون اللي نازل الأول هو اللون ده الأبيض، فهناخد الغرزة دي ونقول دي الرش اللي هي الغرزة التعبية، وهنبدأ نصممها. هنقول له نهاية اتجاه الغرزة، هو ده اتجاه الغرزة، وهنقول له بدايتها هنا ونهايتها هنا. نبدأ نصمم الجزء التاني. اتجاه الغرزة والبداية هنا والنهاية هنا. هنبدأ نروح للجزء الأبيض التاني، فهنمشيه مباتا، هنمشيه بغرزة الدرازات طبعا عشان ما يعملش جامب معانا. برضو غرزة التعباية، وهنحدد الشكل. كده اللون الأبيض خلص. هنضغط ستوب عشان نغير اللون، نختار اللون التاني اللي هينزل، هيبقى اللون ده أبيض. هنمشي مباتا نروح لأول اللون. طبعا ده ممكن يتعمل أباليج، بس احنا بنتكلم لو احنا هنصممه تطريز. دي ممكن دي تتعمل بالغرزة الفروع. هنضغط شيفت عشان يبقى خط مستقيم، ونعمل زائد إدخال، كمان مرة إدخال زائد، وهنقول له دي البداية ودي النهاية. حرف ال A، زائد إدخال، زائد تاني، بداية ونهاية. احنا بنعمل البداية والنهاية عشان الجنبات، فيعني مطرح ما بنبتدي بننتهي. نعمل إدخال، إدخال تاني. طبعا في كذا طريقة للتصميم، أنا بتكلم لو أنت مبتدئ
عشان لو حد بيعرف يصمم اكيد هيحط تعديلات كتير، بس واحدة واحدة ان شاء الله هنبدأ نقول الخطوات الاسهل والاسرع. هنصمم حرف التلاتة، ده هيبقى بالتعبئة طبعا. هنعمل زائد هنا قبل ما نقفل الخط عشان ندخل الحفرة اللي هي هتحدد الابيض، فهنعمل زائد ونتك حرف ال حرف الار سوري عشان نخفي ونبدأ نحدد الابيض عشان يعمل لنا حفرة فما يدريش تدريس. هنعمل كمان مرة زائد عشان نحدد الشكل التاني. ونيجي هنا كليك يمين ننهي، هيقول لنا ادخل الاتجاه، ندخل الاتجاه نقطة البداية، احنا كنا ناهينا هنا هنقول دي نقطة البداية ونقطة النهاية هنا عشان هنشتغل في الأصفر. تك حرف ال ار، نضغط كمان مرة ستوب ونجيب اللون الأسود، نبدأ نحدد العين من جوه. نتك حرف الار ونحددها بالغرزة التعبية. كليك يمين اتجاه الغرزة بداية والنهاية. كليك يمين اتجاه الغرزة والبداية والنهاية. كده احنا نهينا تصميم الشكل ده. طبعا ده للمبتدئين، حاول تنزل اي شكل وتبدأ في التصميم وتشتغل، واهم شيء ان انت ما تعملش جنبات كتير في الفيلم. هتنزلوا اشكال وان شاء الله باذن الله في الحلقة الجاية هيبقى فيه شرح افضل، وان شاء الله نعمل حاجات اصعب. اتمنى يكون الشرح المرة دي عجبكم.